ديت. بس الصينيه دي حجمها كبير قوي يا جماعه، على فكره هي مش صغيره، حجمها كبير جدا. مع بكوبايه العسل ونص كوبايه الزيت وثلاث كوبايات ونص دقيق عملنا الصينيه المحترمه دي. هتطلع لنا يجي كيلو او كيلو ونص من الكوكيز التحفه جدا. لو جربتوه هيعجبكم جدا يا جماعه على فكره. بس على فكره ما تاخذونيش على الاشكال اللي مش مظبوطه خالص دي، لاني عندي بنوته كده صغيره لازم بتتدخل في كل حاجه. فانا اديت الصينيه للولاد بالعجينه وهم شكلوها، فهتلاقي واحده كبيره وواحده صغيره مفيش اي مشكله، كله هيتاكل. اهم حاجه الطعم في الاخر. مش مهم الشكل خالص، هم شكلوها على مزاجهم وعلى ذوقهم، وهم اللي هياكلوها في الاخر مش حد تاني. تمام. ادخلها على فرن بقى مسبق التسخين درجه حراره 180 رف وسطاني. هتاخد معايا بالظبط 10 دقايق وهطلعها وهوريها لكم في الاخر. تمام، انتظروني. وبكده يا حبايب قلبي يكون الكوكيز بتاعي